بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الكرام ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين. سؤال أوجه لمتابعيني لمن تصل رسالتي هذا بعد ما نبارك لأخونا محمد البعينين تعيينه، أتساءل وأقول يا أخوان يا أخوات، جلالة الملك ما عيني أنا لأنه يعرفني أن أنا مثلا مو كفؤ صراحة يعني، أو جلالة الملك يعتمد على مستشارين و يزكون من يريدون ويبعدون من يريدون. والله أنا ما طلعنا من فاجعة الحسيني، وقبل الحسيني إبراهيم النفيعي، والآن محمد البعينين نائب ترشح لمجلس النواب. الشعب قال كلمته وقال نومور خلاص. فنحن حاشية الملك مستشارينه ذاك من يرتكز عليهم في قراراته نزكيه. من أبعده الشعب عن مجلس البرلمان، يعني هنا نطالع من الباب، انت ترجعون لنا من الدريشة. والله يا اخوان هنا نعرف، والله نري لو عينا رئيس وزراء محل ولي العهد لا عندنا اعتراض عليه ولا يمكن ان نعترض، لكن رحمة بالبحرين يا اخوان، رحمة بسمعة البحرين. الحسيني من نائب الى منفي برع اوت، ابراهيم النفيعي من نائب وشاف ما شاف وبلغ ما بلغ والحين اوت الامارات. اشوف بعد لمته الامارات، ما راح بلجيكا ولا لندن لاجئ سياسي. ما اعرف يا جماعه، انتم يعني لو خربت ما عليه، كملوا هذه على الاقل السنتين اللي باقي، عقب يبوا مو امين عام، يبوا وزير للمجلسين، اللهم لا خلاف. لكن يعني شعورنا هنا كمواطنين ما له اي اهميه عندكم، ما له قيمه عندكم. ما اعرف والله ما اعرف. اقول لكم شو وديتوا مجلس الشورى ما يصير، لانه هو يعني ما نجح في انتخابات. اقول لكم شو وديتوا امين عام في مجلس الشورى وجبتوا مال الشورى حطيتوه عندنا هنا، بعد ما يصير. كلها هي يا اخوان. رحمة بالبحرين، رحمة بشعورنا، رحمة بغيرتنا على هذا البلد. ايش تبوني يعني لا اي ولا لا، بس خلاص يابو خدامتي ذاك شغالتي في البيت لكشمي وحطوها رئيس الوزراء، لا حد يتحاكي، لا حد يقول فقط الملك باركوا له، انتهى الموضوع. والله يا اخوان والله متعب، والله متعب. اي واحد عنده قيريه على هذا البلد مو بس بطارته وطابله وما يطلع مرسوم الا ركيض ورا طاح طاح طاح، على الاقل شيء من النكران، حتى من يشور على الملك يشور عليه عدل. مصيبه. ابراهيم النفيعي 34 سنه بالامارات اكو مقطوط، ما بدون عمل، ما عليكم منه رايح جاي، ما من شغل. الاماراتيين بعد هبة ريح وشقاله ما ياكل شيء وياهم، عيز حفت ريله من عن مسؤول لمسؤول، طلعوا له وظيفه بس لانه هو يعني يوم اللي كان في النائب اغضبكم زعلكم. والله مصيبه، والله مصيبه. والله لا تحكي، ليس لملامسه اراده جلاله الملك، وان كان في مرسوم طالع، لكن من اللي شار، من اللي عان، من اللي وصى، من اللي رتب، هؤلاء يجب أن
يصححوا خطهم. يجب عليهم. ترى بلدنا يعني البحرين معروفة بقوانينها، معروفة بعقلانيتها، معروفة. أنا خليت البلد كلها ما مش أمين عام إلا نايب لي واحد، مع احترامي لا، أنا ما أتكلم عليه، وهو كفو ومهندس ووطني وكل شيء فيه، لكن عنده مشكلة، هي مشكلة إن الشعب قال له لا. مو صحيح. ما نبي نتوسع وايد حتى لو نطيح، حتى لا نغلط. يا جماعة قيرة على البلد، اصحوا رتبوا ترتيب صح. مو بأنا أحكم البلد وبس خلاص، اللي بسويه بودي على جلالة الملك وما بيقصر بيوقع ثقة فيني. مثل هذه الأمور يجب أن نتجنبها. على الأقل كمل السنتين بي، وعقب لا يترشح وهو أمين عام أو عضو مجلس شورى أو أمين عام مجلس شورى أو وزير المجلسين. ما عندنا خلاف، ما عندنا مشكلة. أوامر الملك على راسنا من فوق. قيرة نتكلم على هذا البلد، قيرة على مراسيم الملك، قيرة على التوصيات اللي تحته من وزير، من وكيل وزارة، من مكتب سياسي، من غيره من الأمور. البحرين كلها بس ساكت واللي يبارك. زين هذه فيها إشكالية، مو بإشكالية قانونية ما عليها، بس على الأقل في بيت الشعب، الشعب يطلع من الباب ويرجعوا لنا من الدريشة. والله أنا صراحة ما أعرف يعني. والله أنا ما أعرف شو أقول، بس أطق بريك وأوقف.